انا حتى المباريات اللي لعب المنتخب المغربي انذاك في المكسيك كانوا مباريات زوينين. يمكن في ديك الوقيته الظروف كانت اصعب لانه كان على الاقل الارضيه ديال الملاعب اشتكوا منها جميع المنتخبات. كلشي كان كيشتكي من الظروف ديال الارضيه وحتى المناخ، ولكن الحمد لله قدروا العناصر ديال المنتخب المغربي يتغلبوا على ذاك الصعوبات وحققوا واحد الانجاز. وكيف جا في التدخل ديال الاصدقاء ديالنا الروبورتاج، حنا اليوم يعني من بعد هذاك الانجاز تكلمتي عليه انت بالامس على انه اضطرت يعني الفيفا على انها تضيف يعني 3 اخرين ولا 5 ماشي سهله. هذه هي يحسب المنتخب المغربي ويحسب للمغرب عامه. والوصول ثاني لقطر بهذا نصف النهائي، انا كنظن بانه الحمد لله بحال كتقول هذه الذكريات تقدر تربطنا جلال. كتبان لي غادي تكون فيها واحد الربط، بحال كتعيش واحد بحال مشيتي غير كتقول 40 عام راه شويه. انا قلت لي 40 عام جلال والله العظيم تفاجات والله. لا تفاجات. فهمتي علاش عرفتك تفاجات؟ حيت انت كتهضر وشفتي في عبد الرحمن الحواصلي كتقول له الا كنتي كتعقل اش عنده ما يعقل، كان في عمره 3 سنين ولا ما عرف 4 سنين. لا ما كذبش انا لا كنت بديتي تقول هضر معايا انا من عطاني ولكن هضر معايا انا من عطاني السين ديالو البارح صافي عرفتو انا ما بقاش نقرب ليه ندخلوا شوف انا الحواصلي من هنا صافي من لا كولور لا وراه ما تفرجش بيضك بحال مثلا داك شي بلوي نوار خلي بيناتنا الى اي حد يعني ممكن هذا العامل النفسي وربما هذه الرمزيه ديال هذا المكان بالنسبه للتاريخ ديال المغرب يمكن له يساعد اسود الاطلس في هذه المواجهه ويخليهم يدخلوا يعني ربما بثقه اكبر. وانا نتمنى ان التاريخ يعيد النفس ديالو ان شاء الله في هذه المقابله، لان قبل 86 كانت اول مشاركه للمنتخب المغربي في كاس العالم في المكسيك في 1970 في ليبوك ديال المرحوم علاء بن قصو، باموس الله يرحمه، احمد فراس، هذه تكمله ديال الهضره البارح اللي قلنا ما نساوش هاد الناس لان من عندهم بدا الاساس هذو الرواد ديال كره القدم المغربيه. وحنا راجعين يعني العوده للتاريخ المغرب في المونديال لان خصنا نتكلموا عليه اليوم، لان البارح باش يعني كان نقاش صراحه قلت ما خصناش نبخسوا العمل ديال الناس وخصنا نفكروا الناس شنو دار المغرب في كاس العالم. دونك بعد هذه المشاركه الاولى في 1970 جات ديال 86 تبارك الله اللي هضر على السي فخر الدين في مجموعه ناريه، البرتغال، انجلترا وبولونيا. المنتخب المغربي تصدر الترتيب وكان اول منتخب افريقي عربي تيدوز للدور الثاني. فعلا اكيد بان هذه الروابط غتكون واصله للاعبين خصوصا الشباب، راه تيطالعوا عندهم تبارك الله اطر تقنيه غتكون تحدث لهم قالت لهم بان هذه الارض هذه شاهده على اول انجاز عربي افريقي للمنتخب الوطني. فعلا كره القدم دابا ولات بقراءه اخرى، يمكن التاريخ اكيد غنبنيو عليه، لكن المتوقع ان المنتخب المغربي في المكسيك تبارك الله دائما حنا تناملوا بهذا الشيء في المغرب، تنتبركوا بداك التاريخ اللي وصلونا فيه هذيك الاجيال. نتمنوا ان شاء الله انه يزيد الاستمراريه ان شاء الله وتكون هذه الارض هذه ان شاء الله فالخير علينا باش نزيدوا الادوار المتقدمه. جال دابا انا جيتكم غير جيت وحطيت حدايا الطريبيش. لا حنا كنقولوا البركه المكسيك لان الحكايه بدات في مكسيكو وان شاء الله تستمر كذلك في مكسيكو. قبل ما نستمروا اصدقائي وفي هذا العدد في اطار ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا بقيت كنسمع العديد من المغالطات اللي خصنا ضروري نصحوها لأن التاريخ ما كيكذبش. ولكن وكاين من الناس يقولوا لأن زعما داروا شي حوايج في كأس العالم، مقارنات داروا شي مقارنات اللي ما زعما لأن التاريخ واضح. دابا جوجل ولا شات جي بي تي كيعاود لك كل شيء. نرجعوا قبل ما نعطيك الكلمة راس أهم محطات وصول الأطلس في كأس العالم ملي بدات كما قلنا الحكاية في مكسيكو إلى الإنجاز التاريخي في قطر. منذ عام 70 في المكسيك بدأت حكاية المنتخب المغربي مع كأس العالم. 6 مشاركات كتبت بالتدرج وبكثير من الصبر والإصرار وببصمة قوية منذ أول مشاركة. في المشاركة السابعة في هذه النسخة طموحات كتواصل لترك بصمات إنجاز جديد والمنتخب المغربي كيوصل للدور الثاني. في مونديال 70 دخل المنتخب المغربي أول مرة إلى الأضواء العالمية. البداية كانت صعبة، هزيمة أمام ألمانيا الغربية والبيرو وتعادل أمام بلغاريا، لكنه رجع بأول نقطة مونديال يريد تاريخ المغربي الإفريقي والعربي. بعدها جاء الموعد مع المجد مرة أخرى في المكسيك عام 86. أداء متوازن، روح قتالية وتعادلين أمام إنجلترا وبولندا قبل انتصار تاريخي على البرتغال 3-1. جيل الزاكي وبودربالة والتيمومي وخيري تأهل لثمن النهائي. كان سابقة قارية قبل توقف المشوار بصعوبة أمام ألمانيا.
في 94 بالولايات المتحده النتائج ما كانتش في المستوى، 3 هزائم متتاليه، ثم نسخه 98 فرنسا. بلوغ الدور الثاني كان قريب بيجي الحجي وبصير، تعادل مثير مع النرويج ثم فوز كبير على اسكتلندا، لكن الاقصاء كان قاسي رغم الاداء المستحسن. المغرب بعدها غاب ل4 نسخ متتاليه قبل العوده في نسخه 2018 في روسيا باداء محترم وتعادل لافت امام اسبانيا رغم الاقصاء المبكر، لكن التحول الحقيقي وقع في النسخه الاخيره في قطر، نسخه 2022 كتب فيها الاسود واحده من اجمل الصفحات، صداره مجموعه قويه في الدور الاول، اقصاء اسبانيا بضربات الترجيح ثم اسقاط البرتغال والوصول الى نصف النهائي كأول منتخب افريقي وعربي يحقق هذا الانجاز. واليوم في المشاركه السابعه مسيره كتواصل بنجاح في الدور الاول، الاسود وصلوا الدور الثاني لثالث مره في تاريخ المشاركات المغربيه، والهدف مواصله الرحله لابعد نقطه ممكنه. التاريخ واضح، كاين ولا ما كايناش؟ كان احسن نسكتوا مورا هادشي، نسكتوا احسن. هو انا كنت نقول لك جلال، شوف شكرا لك لانه انت وواحد عدد كبير ديال الناس، لان هذا شي حاجه اللي هي انا كنتكلم عليها براسك عالي يعني وبدون مناقشه، حيت هاد الناس كاينين مواليهم بيان سور. صرف واحد القضيه، عندك صحابك انت ملي كتهضر على هاد الناس راه كاينين عائلاتهم وكاين اصدقاء ديالهم وكاين جيل عاش اللي مات الله يرحمه واللي باقي حي الله يعطيه الصحه. اتونسيون راه اجيال دابا ملي كنشوف انا عاد ظلمي دابا في واحد لاكسيون هنايا راه كتبغي تبكي، لانه هذاك النهار معنا من احسن كنتكلموا على وسط الميدان. جلال يقدر يقول لك مجيد يعني كوم اكسيال في الميليو تيرا راه شي حاجه بزاف. واحد الماتش مع فرنسا اميكال الى عقلتي غيدير بتي بون مارت في وسط بقاو كيهضروا عليه، دار يعني ديما كان هو لو ميور الله يرحمه. والدراري هاو تيمومي دابا مريض الله يجيب ليه الشفاء، واحد بياز راه مريض هذا، وحنا غادي كنقولوا انا بعدا عمرني الحمد لله ما غادي نقدر تقول لي راه دار، انا ما نجاوب ما نقدرش نناقش وما نديرش، نقول داك الشيء اللي عندي صح. وسوا سير سيرتان كاينين الناس في المستوى العالي وكاين عائلات كيتصنتوا لك وكيتصنتوا الحواس اللي يوليو الناس كاملين، راه ملي كتجبد باواتهم ولا عمامهم ولا خالهم راه كيشكروك وتيقولوا لك اتونسيون راه الا ما جبتيش انت ولا انا ولا شوف راه الا ما جبدناش هاد الناس وما عطيناهمش حقهم، الا جينا نتبعوا هادشي اللي كتهضر عليه انت اللي انا ما بعدا ما داخلش فيه وما كنعرفوش، انا كيبقى فيا الحال، انا كنقول لك كنقولها في الراديو تنقولها انا تنقولها في الشارع فين ما مشيت، انا داك الشيء ما عرفت حيت اللي ما كيعرفش شكون هما هاد الناس. صحيح. ضيوري دابا سي فخر تسمح لي قطعك بلا تتحدث على يعني ابواق خارجيه، ما تتحدثش على المغاربه. لا ماشي كاين ناس خارجيين يعني نسبوا لراسهم شي انجازات ما كايناش كاع السبق، هادشي اللي بغيت نقول لك جلال. لا ماشي على البلاد ديالنا. لا شوف كاين الاغلاط اتونسيون جلال كنعرفوا، شوف كاين الاغلاط كدار داخلي وخارج، اما هذوك اللي هذوك كاع ما نهضروا معاهم، انا ما غاديش نبقاو حنا مقابلين. لا حنا نقابلوا، شوف الا بغيتي تكون بروفيسيونيل والله العظيم كنقابل راسي، حنا اليوم الشغل الشاغل ديالنا والمنتخب ديالنا صحيح. دبر راسهم هما اللي بغى يدير شي حاجه يدير، حنا الحمد لله حتى نبقاو خدامين حتى نوصلوا للمبتغى ديالنا، لانه شوف راه كنظن بانه كنعيشوا واحد اللحظات وكنعيشوا شي صراعات اللي هي هادشي ديال هذا كيخليك على ان الناس كتبغي تدخل في شي حوايج. انا من الناس اللي تنقول نقابلوا شغلنا الحمد لله، وكما قال انا شكرا لجلال مزيان اللي جاب هاد الصور، راه قلتي انت انا الحميده ما كيبولش ملي كنشوف عدد كبير من الاصدقاء، هذا الجيل كله كنت انا كنت معاه كنت قاب قوسين نمشي، راه عارف جلال نشاركت انا في المكسيك وما مشيتش انا والسوادي وهذا، والحمد لله بني هانيه وفاريه بقى واحد بحال الاب بالنسبه لي انا، وهادو الدراري اللي باقي على علاقات دابا كتربطنا معاهم، هذا الجيل دابا اللي كنشوفوا في طار الخلاج ونيبات وباصير، هادو راه كانوا غيدوزوا لولا المؤامره اللي دارت ديال سميتو كانوا غيدوزوا الدوزيام تور فيهم احسن اللاعبين، باصير حجي كاماتشو شيبو، هادو عناصر دابا كتهضر عليهم نور الدين نيبات، هادو كلهم كويريه. زعما انا اشوف والله ما نلوم شي منتخب داز ودار، لان هي كتمشي غير ظروف ومع ما كتلاقى المنتخبات اللي كتجيك والظروف وهذا. الحمد لله في هذه ديال 22 ديال قطر مشينا، شكون اللي كان كيعول يوصل لهذيك المرحله بهذيك الطريقه اللي كنلعبوا بها وبهذا، ولكن الامور كدبات يعني كاع التكهنات. غير باش نكونوا واقعيين، وحنا الاولين اللي كنقولها انا، احنا مثلا البالماريس ديال المنتخب المغربي في كاس افريقيا ضعيف نقول اكثر من ضعيف جدا 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 بالنظر للمستوى والامكانيات، لان ما يمكنش كانت فرقه يعني بحال هذا النموذج دغانا هذا العام، يعني ما تكاليبوش الكوب دافريك وكيشاركوا في لاكوب دي ويدوزوا المنتخب المغربي كان ارتكب في السبعينات في نهايه الستينات السبعينات واحد الخطا، انه ما كانش يعير اهتمام افريقيا وكاس افريقيا. باش تعرف ان المغرب شارك في كاس افريقيا اول مره في 74 وقيلا يعني 72 وراه 74 وخدا 76، يعني ما كانش عطيها الاهتمام، وبحال اذا كاس افريقيا هي التقمات، لان اليوم اللي كتشوف بالماريس المغرب عنده لقبين فقط، زعما
صعيبه ملي كتشوف ومشاركات عالميه كثيره والمشاركات العالميه كثيره وكتشوف الخروج من الدور الثمن النهائي، الخروج من الاخر، الخروج من الدور الاول، عدم تاهل كاس افريقيا، هادو حقائق. واللعابه اللي كانوا جايين انا هادو حقائق. انا مثلا كنت مشيت غطيت كاس افريقيا في تونس في 94 ما كانش المغرب، في افريقيا دو سود في 2006 ما كانش المغرب، فهمتي زعما بعض هادو لي زاكسيدون ديال التاريخ ديال ليستوار. ولكن في كاس العالم في كاس العالم صراحه زعما الساحه العربيه ولا الافريقيه ما يقدرين يتفاوضوا. هذه مساله غير هذه ماتيماتيك زعما الحساب. متفق معك. هذا الاعتراف راه ماشي من الرجال، انه تناكدوا بان في المشاركات ديالنا القاريه في كاس افريقيا يمكن كاين منتخبات كانت افضل منا، ولكن في المشاركات العالميه كاس العالم عندنا اسبقيه. وخلينا نقولوا بان انا خصني نقولها جلال، الحق نقولها، لان خرج كلام بان المنتخب المصري، وخصنا نذكروا بان اول مشاركه للمنتخب المصري كانت 1934 من بعد 92 عام تقريبا قرن عاد غيحققوا اول انتصار امام منتخب نيوزيلندي ضعيف. بالتالي خصنا غير كل واحد نعطيو الحق ديالو. المنتخب المصري يتفوق قاريا، المنتخب المغربي العالميه، والحمد لله هما دابا واخديننا كمعيار وكمثال، بغاو يمشيو داكشي يمشيو غير حيت هاد المسائل ولات تضر شويه السي فخر الدين. حنا بالعكس، حنا القاطره راه يجرها المنتخب الوطني عالميا، ويخليك من حقك انت كمنتخب افريقي ولا عربي انت تحلم توصل انك توصل رابع عالميا، وتوصل انك في ترتيب الفيفا تكون خامس والسادس. هذه اشياء جميله، لكن نخليوها في اطار رياضي ونعترفوا بالاحقيه ديال كره القدم المغربيه في التفوق ديالها عالميا. صحيح. وهذا الشيء اللي كنقولوا حنا وكنهضروا زعما ماشي كنهضروا على الكره، على الكره لا، بالحجج الحمد لله بالحجج صافي. هذا الشيء اللي المستندات عندك المستندات ما كاين حتى شي مشكل.